سئل خافير تيباس رئيس رابطة الليغا عن شكوى ريال مدريد من التحكيم الإسباني في الموسم الحالي واتهامه إياه بالفساد. تيباس رد بالتالي أنهم يبكون بسبب التحكيم كل أسبوع تقريبا، يزعمون أن هناك مؤامرة ضدهم. أعرف العديد من مشجعي الريال الذين لا يعجبهم هذا الأمر، أنه ناد لا يتوقف عن الشكوى والتباكي. أتعجب من عدم حديث قناة الريال عن ركلة الجزاء في مواجهة سيلة بالكأس. وأضاف: نرغب في تغيير نظام التحكيم، ولكن إذا سألت أندية الليغا عن الأكثر استفادة من قرارات الحكام، ستجد أن الإجابة هي ريال مدريد وبرشلونة. الفارق الوحيد بين الريال وبقية الأندية أنه يملك قناة لمهاجمة التحكيم.